تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. مقطع فرح عضلة، الفيديو المنتشر لمشهورة التيك توك العراقية، والذي يتصدر محركات البحث على منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي. ولكم بعض التفاصيل حول الخبر. اهتزت منصات التواصل الاجتماعي في العراق في الساعات القليلة الماضية مع ظهور فيديو جديد بعنوان مقطع فرح عضلة، حيث وصف مستخدمو التيك توك بالفضيحة. وباتت منصة التيك توك من ضمن منصات التواصل شائعة الصيت في تداول الفيديوهات والتسريبات التي تخص نجومها، حيث فيها يبدأ النجوم أولى خطوات النجومية وفيها تكون نهايتها الغير أخلاقية. وشهدت الشبكة العنكبوتية في العراق خلال الساعات الأخيرة على واقع انتشار مقطع مصور نسب إلى أحد المشهورات على تطبيق التيك توك، حيث جرى تداوله على نطاق واسع تحت عنوان مثير للجدل. هذا النوع من المقاطع يعيد إلى الوجهة النقاش المجتمعي حول ظاهرة التسريبات والفضائح الرقمية، والتي باتت تستقطب اهتماما كبيرا لدى الجمهور، وتحول قضايا شخصية وخاصة إلى مادة جدل عام وسخرية في بعض الأحيان. وتطبيق التيك توك الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى منصة لصناعة نجوم شبان وشابات، بات أيضا بيئة خصبة لانتشار مثل هذه المقاطع المثيرة للجدل. فبينما يبدأ بعض المشاهير خطواتهم الأولى نحو الشهرة، يجد آخرون أنفسهم في مواجهة ضريبة هذه الشهرة عندما تنتشر مقاطع تمس حياتهم الشخصية أو تستخدم كأداة للتشهير بهم. وقد تساءل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة الفيديو المنتشر لفرح عضلة، وفي حقيقة الأمر لا يوجد أي إثبات قاطع لحقيقة الفيديو. وبكده أكون نقلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول الجدل المثار عن مقطع التيك توكر فرح عضلة. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.